خادمة السينما المصرية قدمت أكتر من 600 فيلم. أدوارها كانت بتنحصر في دور الخدامة. أول ما المخرجين يقدموا على فيلم كان يكون فيه دور خدامة، يبقى مفيش غير وداد حمدي. يلا بينا نعرف قصة فنانتنا وعدد أزواجها اللي كانت محصورة فيها جدال، وإزاي فرقت الحياة على يد جيري سير. أهلا بكم في حكايات غادة. لا تنسوا دعمنا بالضغط على الإعجاب والاشتراك في القناة فضلا منك. صلوا بينا على النبي ويلا نبتدي حكايتنا. الفنانة وداد حمدي أصل أهلها من العراق، اتولدت في محافظة كفر الشيخ سنة 1924. عاشت طفولتها في المحلة الكبرى لأن أبوها كان شغال في مصنع من مصانع الغزل والنسيج. لما أبوها طلع على المعاش كان عمرها 13 سنة، قررت تنزل تشتغل عشان تساعد أبوها لأن عندها 4 إخوات غيرها. راحت للقاهرة عند عمها في حي السيدة زينب عشان تدور على أي شغل تساعدهم بيها. قعدت تدور شهر ولا التاني ولا التالت، بس فشلت ومفيش أي نتيجة. كانت مهووسة بالطرب وبتحب تغني. قررت إن هي تروح في كازينوهات شارع الهرم عشان حد يكتشفها. فعلا بدأت تغني ورا المطربين. عمها لما لقاها بتتأخر بالليل وعرف إنها بتشتغل في الكازينو قال لها لا، ما ينفعش الكلام ده، وحصل بينهم مشكلة وقام طردها من البيت. دورت على سكن عشان تعيش فيه لأنها كانت متمسكة بالفن، بس الغنى فشلت فيه. اتعرفت في الفترة دي على الملحن محمد الموجي، هو كان لسه في بداية حياته. فرحت جدا انها اتعرفت عليه، كان عندها امل انه هيكتشفها ويدخلها مجال الغنى. بس اتفاجئت ان محمد الموجي بيعرض عليها الزواج. حست انه ممكن يظهرها للجمهور. بعد ما اتجوزوا رفض الموجي ان هي تنزل تشتغل في التمثيل وانها تقعد في البيت. ساعتها قالت له انها عندها طاقة فنية وحابة تخرجها للجمهور. اختلفوا مع بعض واتطلقوا. بعد سنين طويلة طلعت بنت محمد الموجي ونفت ان ابوها كان متجوزها، بالرغم ان في الفترة دي كان كل الوسط الفني عارفين انهم متجوزين، وكمان كانت اول جوازة ليها. سابت فكرة الغنى ودخلت للتمثيل. في البداية كانت بتطلع في ادوار صغيرة صامتة كومبارس، تتكلم في مشهد مشهدين، لحد ما قررت ان هي تدخل معهد التمثيل وتدرس. درست فيه لمدة 2 سنين. اخدت بعدها ادوار صغيرة في المسرحيات. من ادوارها في المسرح شافها المخرج بركات، عرض عليها اول فيلم اللي هو هذا ما جناه ابي، اللي كانت مع الفنانة صباح، وده كان سنة 1946. كانت منتجة الفيلم كانت المنتجة آسيا، أعجبت جدا بيها وكانت ادتها في الفيلم ده 40 جنيه، وكانت كل يوم بتديها 5 جنيه. بعد كده آسيا أخدتها معاها في مجموعة من الأفلام. كان أول دور ليها في أفلام آسيا ما كانتش خدامة، لكن بعد ما مثلت دور الخدامة غيرت من شكل ومفهوم الخدامة، نجحت فيه جدا. كان كل المخرجين بيحبوا يجيبوها في الدور ده عشان كان ليها شكل وطريقة مختلفة. كمان لقبوها بخادمة السينما. كان أول ما يطلبوها في فيلم كانت وهي مغمضة عارفة إنها طالعة في دور خدامة. هي كمان صرحت في أكتر من مرة إنها كانت بتنجح في أدوار الغير خدامة، لكن المخرجين دايما كانوا حاصرينها في الدور ده. كانت قريبة جدا من الفنانة هدى سلطان والفنان فريد شوقي. بحكم الصداقة اللي كانت ما بينهم اتعرفت على أخوه أحمد شوقي. حصل ما بينهم إعجاب وكانوا بيحبوا بعض وقرروا إن هم يتجوزوا. جابوا الدبل كتبوا عليها أساميهم وقرروا إن هم هيفاجئوا هدى سلطان وفريد شوقي بإنهم هيتجوزوا. راحت للكوافيرة وظبطت نفسها. قبل ما تنزل من الباب اتصلت بيها واحدة قريبة جدا منهم وقالت لها ما تروحيش النهاردة في بيت فريد شوقي، لأن حصل بينه وبين أخوه أحمد مشكلة، وبيت شوقي مش موافقين إن انتوا ترتبطوا ببعض، لأنك دايما بتطلعي بأدوار الخدامة جنب هدى سلطان. برضو حتى الخدامة خلت الجوازة ما تكملش. وفشل أحمد شوقي إن هو يقنع أهله بيها. لما عرفت بالكلام دوت أخدت بعضها وراحت على اسكندرية وقعدت هناك لمدة من 3 ل4 أيام. كان دايما بيتعرض عليها مخرجين وممثلين كبار وكانوا بيحبوا بعض، بس أول ما كانت الجوازة قبل ما تتم كان برضو بيحصل مشكلة بسبب دور الخدامة، لحد ما الحمد لله الجوازة التانية تمت. من المخرج الإذاعي محمد التوخي، هو اللي أبي يكون أبو الفنانة إيمان التوخي. عاشوا مع بعض فترة بس ما حصلش بينهم خلف فاتطلقوا بسبب الموضوع ده.
طلع بعدها كلام وإشاعات إن هي اتجوزت الفنان صلاح قابيل، بس كان كل دي إشاعة لأنهم كانوا مقربين جدا من بعض وكانوا أصدقاء وكانوا دايما بيودوا بعض. كمان طلعت حتى إشاعة إنها مخلفة منه، بس في الحقيقة هي مخلفتش خالص. لحد سنة 1994 اتصل بها رجسيل اسمه مكة، كان دايما بيجيب لها أدوار بتاعة التمثيل. اتصل بيها وقال لها إنه عنده دور ليها في مسلسل. كالعادة زي ما بيجيب لها أدواره وبيروح لها البيت بالسيناريو، دخل لها البيت ورحبت بيه. دخلت الأوضة عشان تجيب حاجة، دخل وراها بسكينة. اتوسلت له إن هو ياخد كل اللي هو عايزه بس يسيبها عايشة، وهي بتحاول تدافع عن نفسها ضربها 35 طعنة. كان في بقايا من شعره على ايديها. بعد ما قتلها واتأكد ان هي ماتت، قعد يدور في الشقة على فلوس ذهب، ملقاش فيها غير 270 جنيه. اخد بعضه وخرج بعدها بيومين اجت اختها عشان تزورها كالعادة. فتحت الباب، دخلت الأوضة، لقيتها مرمية وسايحة في دمها. الشرطة اجت. البواب قال ان اخر واحد اجالها كان رجسيل مكة. حللوا البصمات اللي في الشقة والشعر اللي في ايديها، وجدوا ان هي مطابقة ليه. اتقبض عليه. لما اتقبض عليه اعترف انه كان عليه فلوس كتير وديون، وان هو اللي عرض عليها الدور دوت بحجة المسلسل. وكان قبل ما يعرض عليها عرض على الفنانة سهير رمزي، بس حظها لما راح لها البيت ما كانتش في البيت. راح للفنانة يسرا برضو ما كانتش في البيت. فقرر وهو ماشي ان هو يروح للفنانة وداد حمدي لانها كانت في نفس الشارع اللي هي ساكنة فيه. اعتقد ان هي بتكون عندها فلوس ذهب وكمان ما عندهاش اولاد، يعني ما حدش هيكون موجود في الشقة، فعمل الخطة. وتوفت الفنانة وداد حمدي عن عمر يناهز 74 سنة على يد المجرم. القضية فضلت شغالة في المحكمة لمدة 3 سنين لحد ما اتحكم عليه في محكمة الجنايات بالإعدام سنة 1997. انتهى الفيديو. لو عجبك ما تنسناش من اللايك والشير. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.